عملوا 6 طن لحمة و5 فدان رز، والمشويات كانوا بينافسوا بيها قصر الكبابجي. أما بقى الحلويات فدي كانت قصة تانية، عملوا لها صوان مخصوص. أضخم فرح في مصر كان في رشيد، حضروا 5000 شخص، والطباخين فضلوا أسبوع كامل يعملوا الأكل فيه. بس إيه هي تفاصيل الفرح ده؟ ومين صاحبه؟ وتكلف كام؟ وعملوا إيه فيه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده، فخليك معانا. لو فاكر انك شفت افراح كتير قبل كده، يبقى انت اكيد ما حضرتش فرح في الارياف، والدليل على كده اللي هتشوفه في الفرح ده. فرح معمول بطريقه تخليك تسال نفسك هو ده بجد ولا احنا في مهرجان اكل عالمي؟ القصه ببساطه ان صاحب فرح في رشيد قرر يعمل ليله عمره بشكل مختلف خالص. مش بس مختلف، ده عدى كل التوقعات. الراجل كان عازم حوالي 5000 شخص، ايوه زي ما سمعت. وعلشان يستوعب العدد ده كله عمل صوان فرح على مساحة 5 فدان، يعني حرفيا عمل فرحه في قرية جوه قرية. بس اللي لفت انتباه الناس اكتر هو كمية الاكل اللي اتعملت، اكتر من 6 طن لحمة. انت متخيل؟ يعني كمية لو اتوزعت على بلد تكفيهم فترة مش قليلة. وعلشان كده الطباخين قعدوا اسبوع كامل شغالين ليل نهار علشان يجهزوا الكمية دي، وكل حاجة كانت معمولة كأنها خارجة من افخم فندق 5 نجوم. والحقيقة انهم ابدعوا وعملوا منها جميع الاصناف: ستيك، مشوي، مسلوق، طواجن، ورق لحمه، وكل شكل تتخيله. ده كمان كان في ركن مخصوص للمشويات شغال عليه شيف تقيل، يعني اللحمه كانت نجمه الفرح من غير منافس. بس ما تفتكرش ان الموضوع وقف على اللحم، لا، ده المحاشي كانت عامله شغل جامد جدا: ورق عنب، كرنب، مشكل، واكتر من 500 صاج محشي، غير حلل الخضار اللي كل واحده فيهم شايله كميات كبيره تكفي عشرات الناس. نيجي بقى للرز، وهنا لازم تقف شويه. الشيف بنفسه قال انه عمل 5 فدان رز، يعني مش شوال رز ولا 2 ولا 5، ده 5 فدان عملوه بكل الاصناف: خلطه وشعريه وبسمتي، علشان كل واحد يلاقي اللي على مزاجه. اما الطواجن بقى فدي حكايه تانية خالص: بطاطس، بسله، ترولي، واكلات كتير معموله، غير المكرونه بالبشاميل وفتة الشاورما اللي كانت واخده حقها هي كمان. وطبعا مفيش فرح من غير الجلاش والسمبوسه، ودي بقى كانت متوفره بكميات محدش عارف اصلا يعدها. ده غير انهم عملوا اكتر من 5000 بولة كاستر و100 صاج جلاش، وزيهم كنافه وبسبوسه، غير التورت والجاتو. يعني لو دخلت هناك ممكن ما تخرجش. والحاجه اللي ناس كتير استغربتها انهم كانوا عاملين فرن مخصوص جوه الفرح علشان يخبزوا العيش بنفسهم، يعني حتى العيش كمان كان فريش وسخن اول باول. نيجي بقى لتقديم، وده مستوى تاني خالص. كل ترابيزه كان عليها حوالي 10 اصناف على الاقل، ده غير الحلو والفاكهه، وكل حاجه متقدمه بشكل منظم جدا، كانك في حفله VIP مش فرح شعبي. الناس اللي حضرت كانت مبهوره جدا بكل تفصيله، من اول الاكل لحد تنظيم. وحتى اللي شافوا الفيديوهات على السوشيال ميديا قالوا ان الفرح ده مش ممكن يعدي كده وخلاص. انت بقى تفتكر فرح زي ده ممكن يكون اتكلف كام؟